الشاي بيتزرع، يطلع ورق، نخليه خرز، نحطه في شويه الميه السخنه، واحلى كوبايه شاي عليك يا حبيب قلبي. تظبط المزاج وتعدل النافوخ وتروق بالك ايا كانت الظروف. تشربه ساده، تحط عليه لبن وتسقي، ولو انت من ايجيبت تحط عليه قرفه وحبهان وهيل والشغل ده يعني. وهنا بنسال سؤال، الشاي ده خرز بنحطه على الميه السخنه، منين بقى جت الفتله دي؟ منين؟ الماجسترات. حلقه جديده. مستر توماس سوليفان او سوليفان يعني بالعربي عادي، رجل اعمال امريكاني كان بيبعت السفن بتاعته لكل دول العالم بدايه القرن العشرين، تحديدا يعني سنه 1908. السفن بتاخد عينات الشاي وتروح بيها لكل دول العالم. الراجل كان بيبعت العينات في كراتين، كل كرتونه مكتوب عليها النوع عشان يميز النوع ده عن النوع ده، وتقدر تطلب اللي انت عاوزه ببساطه، والعجله دايره والشغل ماشي. ولكن كان في مشكله العلب كانت بتتبهدل في الطريق، حرفيا بتتهالك. ما هو بص بقى، البحر والظروف والجو وكل ده ما ينفعش، واحنا عايزين الشاي يوصل للزبون على ميه بيضاء، ريحه وطعم ولون وكله تمام. فكر معايا كده، الميه والهواء كانوا بياكلوا الشاي حرفيا، لا ريحه ولا طعم ولا لون. طب هيوصل للزبون ازاي؟ وازاي اصلا ممكن يقيمه ويطلب النوع ده وهو بيوصل له متهالك؟ الكرتونه نفسها ممكن ما توصلش. وعشان كده اخونا سوليفان فكر انه يحط الشاي في اكياس حرير تحافظ على الشاي لمده اطول شويه، وتقدر تجمد كده قدام الرطوبه والهواء والميه وجو البحر ده. وعلاوه على كل ده، تخزينها اسهل وطلوعها للسفينه اسرع، وكمان التشوين بتاعها اسرع واسرع. فلما وصل الشاي في اكياس الحرير الزباين ما فهموش المفروض يعملوا ايه، يعني هنشربه ازاي ده؟ فمنهم اللي وفقا لمصادر كتير يعني حط كيس الحرير ده على طول في كوبايه الميه السخنه بالصدفه وبدا يشرب، عشان حرفيا الطلبات تبدا ترخ على دماغ صاحبك سوليفان. بس لازم يكون من الاختراع الجديد ده، سهل وسريع ومنجز. وهوب دبل كيك كده، صدفه رزقت صاحبها من واسعه. العالم كله بقى بيشرب الشاي بس في الاختراع الجديد، كيس الحرير، عشان يتطور كيس الحرير حبه حبه لغايه ما يبقى الفتله اللي انت بتشربها لغايه دلوقتي. الشاي الفتله اصلا بدا عن طريق الصدفه.